تصور تبقى ماشي في أمان الله وفجأة جزمة تقع من السما على دماغك وتلاقي نفسك متهم بالسرقة واترميت في معسكر وسط الصحراء كله حفر وتعذيب. بس اللي ما تعرفوش إن الحفر ده وراه سر قديم ولعنة عائلية بقالها أجيال مستنياك تفكها. في رص الصحراء الواسعة والشمس مولعة نار، كانت مجموعة ولاد قاعدين يحفروا في الرمل. فجأة ومن غير مقدمات بان جنبهم تعبان جرس. واحد من الولاد اللي خلاص ما بقاش طايق الشغلانة الصعبة دي قام خلع جزمته وراح يحاول يلمس التعبان بيها. النتيجة الطعنة كانت قاتلة، مات وخلاص خسر حياته. وفي المدينة التانية في ولد اسمه ستانلي ماشي عادي في الطريق، فجأة جزمة بتطيح من السما وتخبطه في دماغه، وقع على الأرض. والجزمة دي كانت غريبة، وبما إن أبوه كان بيشتغل أبحاث لعلاج اسمه ري ستانلي، قرر ستانلي ياخد الجزمة وياخدها البيت. في اللحظة دي البوليس وصلوا فجأة وقالوا إن الجزمة دي من لاعب بيسبول مشهور وإنها متسرقة من حفلة خيرية. وبما إن الجزمة لقت في إيد ستانلي، البوليس افتكر إن ستانلي هو الحرامي. ودوا ستانلي على قسم البوليس واتصلوا بأهله. الغريب بجد إن عيلة ستانلي ما استغربتش قوي، بالعكس كأنهم كانوا مستنيين ومرميين اللوم كله على لعنة قديمة بتطارد عائلتهم من زمان. البوليس بعد كده لقى حاجات تانية تساعد الشك. أوضة أبوه كانت مليانة جزم، وستانلي نفسه معلق صور لاعب البيسبول على حيطان أوضته. ومع كل الأدلة اللي وقعت كده بالصدفة اتحاكم ستانلي. المحكمة قدمته قدام اختيارين، يا يدخل السجن يا يقضي 18 شهر في معسكر اسمه كامب جرين ليك. طبعا ستانلي اختار المعسكر لأنه كان أرحم بكتير من السجن. بعدها بفترة قصيرة ركب الأوتوبيس اللي رايح على وسط الصحراء الواسعة اللي فيها الحفر. وصلوا البلدة الصغيرة وكئيبة كل ولادها لابسين زي المساجين.